السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم مع بعض على توبيك مهم جدا، من أهم التوبيكس الموجودة عندنا في البريدونتولوجي، وهو البون جرافت. how to select how to manage how to use. البون جرافت من أهم البايو ماتيريالز اللي بنستخدمها في عملية البون ريجنريشن، سواء around التوث أو around الإمبلانت. ومهم جدا جدا إن أنا وأنا بستخدم ماتيريال عشان أحقق تيشو ريجنريشن، بالذات تيشو مهم زي البون، ان انا بعرفه خصائص الماتيريال دي بتشتغل ازاي بالظبط، زي اي ماتيريال عندي في العياده. يعني مثلا حضرتك عشان الكومبوزيت بتاعك يبقى كويس ويعيش ويبقى مدي ريزلت كويسه، اكيد مش بتستخدم اي بوند في العياده، اكيد بتختار بوند معين. كذلك برضو البوستيريور كومبوزيت غير الانتيريور كومبوزيت، ما ينفعش احط ده مكان ده، فاكيد انت عارف ده بتجيبه ليه وده بتجيبه ليه. نفس الكلام برضو في البايو ماتيريالز المتمثله في الممبرين، في البون جرافت وفي الجروس فاكتورز. النهارده احنا هنتكلم على البون جرافت، لان احنا عندنا انواع كتير منه في الماركت باسعار مختلفه ببراندز مختلفه. فيا ترى الفروقات دي مهمه؟ هل هتفرق معانا؟ امتى استخدم ايه؟ كل ده ان شاء الله نحاول نغطيه في المحاضره بتاعه النهارده ان شاء الله. هنبدا مع بعض الاول نتكلم على البيولوجيكال برنسبلز اللي بيشتغل بيها البون جرافت، وبعد كده ان شاء الله نتكلم على الانواع، وبعد كده نقول اهم حاجه اللي هي خلاصه الموضوع، كرايتيريا اوف سيلكشن. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا 4 انواع من البون جرافت ماتيريالز باي نيم، هم الاوتوجينوس بون جرافت، الالوجرافت، الزينوجرافت والالوبلاست. عايزين نتكلم عنهم، بس زي ما اتفقنا نتكلم الاول ونعرف البون جرافت ده بيشتغل ازاي. مبدئيا عشان استخدم اي نوع من انواع البون جرافت ماتيريالز انا عندي ديفكت. الديفكت ده المفروض بيبقى بالذات اراوند التوث بيبقى فيرتيكال بون لوس، وان شاء الله في محاضره تانية هنتكلم على الفيرتيكال بون لوس والديفرنشيشن بتاعه، وازاي افرق كل نوع عن التاني، وامتى استخدم ايه برضو كماتيريال في كل ديفكت عندي. المفروض انا عندي فيرتيكال بون لوس سواء 3 وول او 2 وولز او 1 وول بوني ديفكت، فانا عندي نقدر نقول كافيتي. فالكافيتي ده انا عايزه اعمل له فيلنج، عايزه احط فيه الماتيريال بتاعتي اللي هي البون جرافت. فبالتالي انا بعمل فيلنج للكافيتي ده مع زياده بسيطه من البون جرافت. الزياده دي قد تكون في حدود 1 to 2 ملم فيرتيكالي and 1 to 2 ملم هوريزونتالي. يعني انا هنا عندي 3 وول بوني ديفكت، فانا عملت كومبليت فيلنج للديفكت بتاعي، وزي ما حضراتكم شايفين في زياده بسيطه من البون جرافت ماتيريال about 1 to 2 ملم فيرتيكالي اكتر او اعلى من الديفكت باوندرز بتاعي. هنا مثلا عندنا 1 وول بوني ديفكت، 1 وول، فبالتالي انا عندي ميسنج 3 وولز، فانا عايزه اعمل 3 دي ريكونستراكشن للديفكت بتاعي او للديفيشنت وولز اللي موجوده. عايزه ارجع الوولز دي بشكل ميزيوديستال باكولينجوال وايبيكوكرونال. فبالتالي احنا بنعمل بليسمنت للبون جرافت كاني بعمل سكيلتون ريكونستراكشن للميزد بون وولز اللي ما كانت موجوده عندي، مع برضو زي ما اتفقنا زياده طفيفه حوالي 1 او 2 مللي فيرتيكالي، 1 او 2 مللي هوريزونتالي. طيب ليه ما احطش اكتر من كده؟ اولا انا ليه بحط الزياده؟ بحط الزياده طبعا علشان الفيرست انتر اكشن في الانيشال بيريود اوف هيلينج بيبقى اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، فطبيعي هيبقى فيه جزء من البون جرافت ده هيحصل له ريزوربشن، فكاني بعمل اوفر كونتورنج، زياده بسيطه في الكونتور او الريجين اللي انا محتاجاه على مستوى البون بالبون جرافت ماتيريال عشان اوصل للاوبتيمم ريزلت او الاوبتيمم سيكنس اللي انا عايزاه. طيب ليه ما احطش اكتر من كده؟ ليه ما احطش مثلا 2 3 4 5 مللي؟ انا ممكن على فكره اعمل باكينج واحط بون جرافت اكتر من كده، هيبقى عندي مشكله كبيره جدا في الفلاب كلوجر، لان احنا برضو بنبقى مراعيين ان انا بعد ما احط الماتيريال بتاعتي لما اجي اقفل الفلاب بتاعي ما ينفعش ابقى قافله في تنشن، لازم يبقى فيه باسيف كلوجر عشان يبقى عندي برايمري كلوجر، يبقى فيه باسيف ادابتيشن عشان ما يحصلش عندي اكسبوجر للماتيريال دي يعرضها للفاست ريزوربشن، يعرضها كمان للانفكشن. فعشان كده دي طريقه الجرافت بليسمنت. مبدئيا احطه صح، املى بيه الديفكت بتاعي، اعوض بيه الميسنج وولز اللي موجوده مع زياده طفيفه في حدود 1 او 2 مللي فيرتيكالي اند هوريزونتالي على حسب الحاله بتاعتي. اوكي. طيب البون جرافت بقى عايزين نعرف انا بستخدمه ليه، يعني ايه اللي يخليني مثلا ديفكت زي ده او السابق ان انا احط بون جرافت؟ يعني ايه الحاجه الاساسيه اللي بيمثلها لي بون جرافت؟ البون جرافت بيشتغل كذا وظيفه عندنا، من اهم الوظائف او تعتبر الوظيفه الرئيسيه بتاعته ان هو سبيس مينتينر. سبيس مينتينر يعني ديفكت زي اللي قدامنا ده اللي هو 1 وول بوني ديفكت. تخيل كده حضرتك بعد ما فتحت فلاب ونظفت كويس وشلت الديسيز دي جرانيوليشن تيشو وعملت سكيلنج والدنيا تمام، انا دلوقتي لو ما حطيتش البون جرافت ورجعت الفلاب بتاعي مره ثانيه، المصير المكان الفاضي ده ايه؟
طبعا السوفت تيشو بيحاول ان هو يعمل ادابتيشن على الاندرلاين ستراكشر اللي هو التوث والبون، وما بين التوث والبون زي ما احنا شايفين في مكان فاضي، فبالتالي السوفت تيشو هنا هيعمل كولابسنج للمكان دوت، فبالتالي هيبقى انفيدنج وفيلنج الديفكت ده بالسوفت تيشو فقط، هيقلل جدا جدا الاماونت اوف بون تو بي فورمد، فبالتالي يبقى عندي ديفيشنت ريزلت او ممكن نو ريزلت اوف بون فورميشن، يعني المكان ده هيبقى توتالي فيلد ويز سوفت تيشو. فبالتالي عشان احفظ للبون المكان بتاعه، لان البون عندنا بيحصل له ريجنريشن بشكل ابطا من السوفت تيشو هيلينج، فبالتالي انا محتاجه استخدم حاجه اكت از سبيس مينتينر عشان تحافظ على المكان ده عشان الفيوتشر بون تو بي ريجنريتد. بالظبط نفس فكره السبيس مينتينر ابلاينس بتاع الاطفال، هنستخدمه في الاطفال علشان لو عملنا ايرلي اكستراكشن لديسيدوس توث قبل الوقت الصح للشيدنج بتاع البيرمننت توث. فالسبيس مينتينر ابلاينس ده بيفضل في مكانه يحافظ على المكان عشان ما يحصلش كولابس للسبيس بتاع البيرمننت توث، وطبعا لازم يتشال في الوقت المناسب بتاعه اللي هو مع بدايه الايربشن بتاع الكاسب تيب. فاذا سبيس مينتينر ابلاينس بيتحط يحفظ المكان ويتشال عن طريق الدكتور في وقت المناسب مع بدايه الشيدنج او الايربشن بتاع الكاسب تيب. فالبون جرافت عندنا بيعمل نفس الوظيفه تقريبا، بمعنى هو سبيس مينتينر عشان يحفظ المكان ده للفيوتشر ريجنريتد بون عشان ما يحصلش فاست سوفت تيشو انفيجن للسبيس ده، فما يديش وقت وما يديش مكان كافي عشان يحصل بون ريجنريشن. طيب يبقى كده سبيس مينتينر. طب ما احنا بنشيل السبيس مينتينر في الاطفال، يعني احنا في الابلاينس عشان موجود عندنا اكسبوز اقدر اشيله بسهوله. هل بقى هضطر افتح فلاب علشان اشيل البون جرافت ده عشان يحصل بون ريجنريشن؟ اكيد لا طبعا. البون جرافت من الخصائص الاساسيه برضو بتاعته ان هو ريزوربابل ماتيريال، بمعنى ان الجسم بتاعنا بيتعرف عليه على انه فورين بادي، فبالتالي اي فورين بادي في جسمنا بيحصل عليه انزيماتيك اناليسيس، يبتدي الجسم بتاعنا يعمل له انزيماتيك ديجراديشن، يبتدي يعمل له ريزوربشن، ياكله يعني ريزوربشن بارت باي بارت لحد ما يعمل له كومبليت اليمينيشن. فاللي بيحصل ايه؟ بيحصل جرادوال بون جرافت ريزوربشن سبستيتيوتد ويز جرادوال بون فورميشن، جرادوال بون جرافت ريزوربشن، جرادوال بون فورميشن، بون جرافت ريزوربشن، بون نيو بون فورميشن، توتال او نقدر نقول اولموست توتال بون جرافت ريزوربشن totally substituted with newly formed bone. فعشان كده هي عمليه احلال وابدال زي ما بنقول، بون جرافت بيحصل له ريزوربشن وفي نفس الوقت بيحل محله نيو بون فورميشن. اللي بيحصل ده بيسموه تيرن اوفر، البون جرافت بيحصل له تيرن اوفر. وكلمه تيرن اوفر مش هناخدها بالمعنى الحرفي بتاعها ان هو تحول، لان البون جرافت مش بيتحول لبون، البون جرافت عباره عن نون ليفنج ماتيريال بيحصل لها جرادوال ريزوربشن باي ذا اميون ريسبونس، وفي نفس الوقت بيحصل جرادوال بون فورميشن عن طريق الايه؟ الجسم بتاعنا. فعشان كده تعتبر دي الخاصيه الرئيسيه لاي نوع بون جرافت بنستخدمه، ان هو مينلي سبيس مينتينر بيحصل له جرادوال ريزوربشن باي تايم اولموست معظم الماتيريال اللي موجوده، وبيحصل ليه سبستيتيوتنج بنيو بون فورميشن ليفنج بون فاسكولارايزد بون، وهو ده المين تارجت والمين اوبجيكتيف بتاعنا في السيرجري بتاعتنا. اتفقنا؟ نيجي بعد كده بقى نتكلم على الخصائص الاخرى للبون جرافت. احنا عارفين طبعا وزي ما درسنا في الكليه ان البون جرافت ليه 3 بيولوجيكال ميكانيزم بيشتغل بيهم: اوستيو كوندكتيف، اوستيو اندكتيف اند اوستيوجينيسيس. عايزين برضو نفهم كل واحده من دول معناها ايه عشان نفهم اكتر واعمق البون جرافت ده بيشتغل ازاي. اول خاصيه اللي هي اوستيو كوندكتيف، وكلمه كوندكتيف او كوندكشن ان انجلش معناها بالعربي توصيل. البون جرافت اكت از سكافولد، كلمه سكافولد دي مشهوره قوي عندنا. سكافولد معناها ان البون جرافت بتاعنا اكت از بريدج، كوبري. تمام؟ يعني انا لما بقى عندي الديفكت زي ما شفنا الديفكتس السابقه دي، لما بحط البون جرافت بتاعي، البون جرافت اصلا المين كلر بتاعه ابيض او اصفر، لما بعمل له باكينج في الديفكت واعمل له بليسمنت زي ما حضراتكم شايفين بيبقى لونه احمر، لان طبيعي ان البارتكلز بينها وبين بعضها بيبقى فيه ماكرو سبيسز. الفراغات دي بتسمح بان البلاد سبلاي يبتدي يحصل له ترانسميشن ما بين الماكرو سبيسز اللي موجوده بين البارتكلز وبعضها، وكمان الخلايا اللي هتبقى موجوده تو انيشيت هيلينج سهل جدا انها تبتدي تتواصل مع بعضها. بمعنى انا مش باديه من الصفر، انا عندي ديفكت، الديفكت ده اتليست 1 وول اند بيز، او 2 وولز اند بيز، او 3 وولز اللي هو بيعمل زي البوكس اند بيز. فبالتالي المكان دوت مع وجود بلاد كلوت تو بي ستابلايزد في اول الهيلينج، مصدر للبلاد سبلاي، مصدر للخلايا اللي هتبتدي تعمل البون ريجنريشن. الخلايا دي لو لقيت نفسها في الفراغ، بمعنى ما فيش فيزيكال ستراكشر موجود بتوين الوولز اللي موجوده
موجوده دي هيبقى عمليه التواصل ما بينها صعبه شويه، بمعنى انها هتاخد وقت اطول للكوميونيكيشن، وبالتالي هتاخد وقت اطول للهيلينج والريجنريشن. لكن لو لقينا زي ما احنا عاملين كده ان احنا حطينا فيزيكال ستراكشر زي البون جرافت اكت از فيزيكال كوندكتور، اكت از سكافولد، زي ما بنقولنا بريدجز، بمعنى ان الخلايا فيزيكالي تقدر تتنقل على البارتكلز دي وتقدر تتنقل بسهوله، لان في فراغات ما بين البارتكلز دي، فتقدر تتواصل مع بعضها بشكل اسرع، فبالتالي تنجز عمليه البون ريجنريشن، فنحصل على هيلينج في اوبتيمم تايم. وطبعا التايم فاكتور بالنسبه لنا وبالنسبه للبيشنت مهم جدا، عشان كل ما بناخد وقت اطول ممكن اي مشاكل لا قدر الله تحصل في النص. فعشان كده osteoconductivity is a physical criteria، وهي physical criteria بس physical criteria مهمة جدا، لأنها بتنجز وقت الهيلينج، زي ما نقدر نختصر الكلمة ونقول إنها بتساعد على السيلز conductivity communication rapidly، فبالتالي بتسهل وتسرع عملية البون فورميشن. وعشان كده دي تعتبر برضو من الخصائص المهمة جدا، ودي بيتميز بيها 4 أنواع البون جرافت عندنا. يبقى احنا كده عندنا البون جرافت سبيس مينتينر، البون جرافت ريزوربابل عشان يدي مساحه لتكون البون. البون جرافت بتاعنا معظم كل البون جرافت تايبس الاربعه اوستيو كوندكتيف. اوكي. الخاصيه الثانيه هي اوستيو اندكشن. اندكتيفيتي او انديوسنج معناها تحفيز. البون جرافت بيحفز البون فورميشن. هنا البون جرافت هيبتدي يشتغل بيولوجيكالي مش بس فيزيكال زي اللي شرحناه قبل كده، هيبتدي يبقى ليه دور في عمليه البون فورميشن بشكل اقوى شويه وبشكل بنتريتنج اكتر. معنى كلمه اندكتيفيتي ان البون جرافت ماتيريال ده بيبقى مصدر للجروس فاكتور سكريشن او الجروس فاكتور ريليز. والجروس فاكتور اللي نتكلم عنه هنا هو البون مورفوجينيك بروتين او ما يعرف بي ام بي. طيب يبقى اذا القصه هنا مش قصه الماتيريال نفسها كبون جرافت، القصه هنا في وجود جروس فاكتور كونتنت موجوده في البون جرافت بتاعي. فكده احنا عايزين نفهم هو الجروس فاكتور ده بيشتغل ازاي. امبريف كده عمليه الهيلينج عامه في جسمنا بشكل عام مش بس خاصه انترا اورال، يعني اي مزد تشو عندنا نتيجه انفكشن او ديستراكشن سواء اكسترا اورال او انترا اورال، الانسجه الجديده او التجدد او الهيلينج ده بيحصل ازاي؟ بكلمات بسيطة وباختصار شديد جدا، الموضوع ليه تفاصيل كتيرة، يعني ان عندنا الخلايا الموجودة عندنا في جسمنا اللي بتحل محل الخلايا اللي حصل لها this by aging او this by destruction او infection. الخلايا دي اسمها undifferentiated ectomesenchymal cells. الخلايا دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها كأنها سبير، هي اللي هتحل محل الخلايا اللي حصل لها this او نكروزز زي ما اتفقنا. الاندفرنشيتد اكتوميزنكايمال سيل كده واضح ان من اسمها ان هي مش سبيسيفيك سيل، يعني هي مش اوستيوبلاست مش فايبروبلاست مش سيمنتوبلاست. هاو تو بي ديفرنشيتد انتو سبيسيفيك سيل عشان تبتدي تعمل النسيج الجديد. ربنا برضو سبحانه وتعالى خلق لنا في جسمنا حاجه اسمها جروث فاكتورز. الجروث فاكتورز دي هي كانها الكاتاليست، هي اللي بتخلي الاندفرنشيتد اكتوميزنكايمال سيل تتحول من اندفرنشيتد سيل انتو ديفرنشيتد سيلز، فتبتدي تحولها من undifferentiated cells into osteoblast, undifferentiated cell into cementoblast, undifferentiated cell into fibroblast. عشان كده احنا عندنا عدد كبير جدا من الجروس فاكتورز موجوده عندنا في جسمنا، كل جروس فاكتور مسؤول عن خليه واحده to be differentiated ليها undifferentiated ectomesenchymal cell. طيب الجروس فاكتور دي مش فري راديكال، دي موجوده عندنا، هي اورجانيك ماتيريال سكريتد باي سيرتين سيلز في جسمنا. الخلايا المسؤوله عن السكريشن اوف جروس فاكتور زي البليتلتس الصفائح الدمويه، وكذلك الاوستيوبلاست. لقوا ان الاوستيوبلاست من ضمن الخلايا اللي بتعمل سكريشن لبعض انواع الجروس فاكتور اللي مسؤوله عن الديفرنشيشن بتاع الاندفرنشيتد سيلز انتو اوستيوبلاست. فعشان كده المفروض ان كل واحد فينا عنده في جسمه الاندفرنشيتد اكتوميزنكايمال سيل، وعنده مصادر متعدده للجروث فاكتور سكريشن زي البليتلتس وزي الاوستيوبلاست. طيب كده البيشنت عنده كل حاجه. احنا بقى بنتكلم في ايه دلوقتي؟ ان انا عندي بون جرافت ماتيريال هستخدمه mainly as a space maintainer, mainly as an osteoconductor، ومع ذلك هذا البون جرافت برضو بيحتوي على جروس فاكتور كونتنت. فبالتالي احنا بنتكلم هنا في اكسترا جروس فاكتور موجوده، هتبقى موجوده عندي في السيرجيكال سايد، فاكسترا جروس فاكتور هتبقى موجوده في البون جرافت بتاعي اللي هستخدمه مع الاوريجينال جروس فاكتور الموجوده عند البيشنت. فاحنا كده
نقدر نقول ان في عدد مهول من الجروس فاكتورز هيشتغل على عدد كبير من الاندفرنشيتد اكتوميزنكايمال سيلز، يحولها من نون سبيسيفيك سيل انتو سبيسيفيك سيلز اللي هي طبعا الاوستيوبلاست عشان نبتدي عمليه البون فورميشن. فدي طبعا تعتبر بيولوجيكال ميكانيزم بيشتغل بيه البون جرافت، بس للاسف دي خاصيه مش موجوده في الاربع انواع، موجوده بس في نوعين طبعا هنذكرهم كمان شويه. فدي حاجه اسمها اوستيو اندكتيفيتي انديوسنج، ان البون جرافت بتاعي carrying and secreting growth factor material once ان هو applied عندي في السيرجيكال سايت. الخاصيه الثالثه والاخيره او البيولوجيكال ميكانيزم الثالث والاخير اللي بيشتغل بيه البون جرافت بتاعي هو الاوستيوجينيسيس. وكلمه جينيسيس يعني خلق او تصنيع. البون جرافت دايركتلي فورمينج بون، بون جرافت دايركتلي فورمينج بون، ودي حاجه غريبه شويه لان احنا المفروض عارفين ان المسؤول عن البون فورميشن هو الاوستيوبلاست، ليفنج اوستيوبلاست، واحنا بنتكلم في نون ليفنج ماتيريالز اللي هي البون جرافت ماتيريال. فازاي بون جرافت نون ليفنج هيعمل بون فورميشن؟ عشان احنا عندنا نوع واحد من الاربع انواع بيبقى فيه ليفنج اوستيوبلاست، اللي هو الاوتوجينوس بون اللي هنتكلم عنه تفصيلا كمان شويه. الاوتوجينوس بون هو بون جرافت مصدره البيشنت اون بون، يعني انا البيشنت نفسه اللي انا هشتغل له العمليه بتاعتي عمليه البون اوجمنتيشن، هعمل هارفستنج لجزء من البون عنده انترا اورال، واستعين بهذا العظم ان انا استخدمه از بون جرافت ماتيريال في الريسيبيانت سايت في المكان اللي هعمل فيه بون اوجمنتيشن. فبالتالي مع الهارفستنج ده بيبقى البون جرافت بتاعي لسه ستيل كونتيننج ليفنج اوستيوبلاست. فبالتالي الليفنج اوستيوبلاست بتعمل ايه؟ بتعمل دورها في الحياه انها بتعمل حاجتين، بتعمل سكريشن للجروس فاكتورز، وفي نفس الوقت يا دكتور بتحط الانيشال ماتريكس فور بون ريجنريشن. بس هي للاسف مش ليفنج فور ايفر، يعني وانس ان انا عملت هارفست البون وعملت له كراشنج عشان احوله لشكل بارتكلز عشان استخدمه از بون جرافت ماتيريال، هي بتنها سرفايفد فور ماكسيمم 12 اورز، يعني بتعيش لمده 12 ساعه على اقصى تقدير. في خلال ال 12 ساعه دولت بتعمل دورها البيولوجيكالي الطبيعي انها بتبتدي تساعد او تساهم في الانيشال ماتريكس اوف بون ريجنريشن وجروس فاكتور سكريشن. بعد ال 12 ساعه دي بيبقى البون جرافت عندي ده بيبقى نون ليفنج ماتيريال سيكويسترم، وعشان كده جسمنا بيعمل له ريزوربشن لانه بقى نون ليفنج ماتيريال مع ان هو من نفس الشخص، بس خلاص بدل اصبح نون ليفنج يبتدي الجسم عندنا او الاميون ريسبونس يبتدي يعمل له ايه؟ يبتدي يعمل له ريزوربشن. يبقى احنا كده فعلا عندنا نوع بس من الاربع انواع في اوستيوبلاست ليفنج اوستيوبلاست كونتنت، فبالتالي هتبتدي تساهم في عمليه الريجنريشن في اول 12 ساعه، وبعد كده بتتحول لنون ليفنج ماتيريال كوندكتيف اونلي، وبالتالي برضو لسه بتساهم بدورها ككوندكتيف او سبيس مينتينر في عمليه البون ريجنريشن. خصائص قويه جدا للبون جرافت بيشتغل بيها، وعشان كده مهم قوي تبقى عارف الماتيريال اللي معايا دي ازاي بتشتغل عشان اقدر استغلها احسن استغلال ممكن. يبقى نقدر نقول كده كونكلوجن، احنا عندنا 3 خصائص بيشتغل بيهم البون جرافت: اوستيو كوندكتيف، اوستيو اندكتيف، واوستيوجينيسيس. وشرحنا ان مع ال3 خصائص او البيولوجيكال ميكانيزمز اللي بيشتغل بيها البون جرافت، المين اوبجيكتيف ان انا استخدم عندي بون جرافت ان هو سبيس مينتينر ريزوربابل ماتيريال عشان يدي فرصه ويدي مساحه لتكوين البون مع الوقت. عايزين بقى دلوقتي نتكلم على انواع البون جرافت سبيسيفيك وايز. يعني انا عندي 4 انواع زي ما ذكرنا في اول المحاضره: اوتوجينوس بون، الوجرافت، زينوجرافت، الوبلاست. عايز اعرف كل واحد فيهم ايه الخصائص بتاعته، المصدر بتاعه منين. يعني مثلا لو عايزه اجيب بون جرافت استخدمه عشان استخدمه، المفروض يبقى المصدر بتاعي اجيبه من اي مكان. فنبدا الاول بالاوتوجينوس بون. الاوتوجرافت او الاوتوجينوس بون واضح جدا ان هو مصدره زي ما ذكرت من شويه هو البيشنت اون بون. وطبعا احنا عندنا مصدرين كبار جدا، عندنا اكسترا اورال سورس وعندنا انترا اورال سورس. موستلي في حالات البيريدونتايتس او البيريو سيرجري او حتى ايفن في مجال الامبلانتولوجي غالبا بنستعين بالانترا اورال سورس او الانترا اورال اوتوجينوس بون، لان الاكسترا اورال اوتوجينوس بون ده بيحتاج ان احنا بيشنت يدخل جي اي، ممكن نحتاج اورثوبيديك سيرجن عشان يعمل لنا هارفستنج لاكسترا اورال اوتوجينوس بون. الريزوربشن بتاعه بيبقى معدل الريزوربشن بتاعه عالي جدا، ويعتبر اكسترا اورال
سيرجيكال سايت غير الانترا اورال سيرجيكال سايت. فعشان كده نوت يوزد اني مور في حالات البيريو سيرجري او حتى ايفن في الامبلانتولوجي. موستلي بيستخدموه في حالات الريكونستراكشن لو بيشنت لا قدر الله تعرض لحادث كبير او ماسيف ديستراكشن لوس للبون، شايل نص الماندبل مثلا كانسر ولا حاجه، فمحتاج مساحه كبيره او فوليوم كبير من البون، فساعتها يبقى مانداتوري بيستخدموا او بيستعينوا بالاكسترا اورال سورس زي الريبس، زي الاليا كريست. دي الاماكن اللي هي فاليد عندنا اكسترا اورال يتعمل منها اوتوجينوس بون هارفستنج. كلمه هارفستنج دي هو المصطلح اللي بيطلقوه على عمليه الاخذ، لان عشان اخد بون جرافت من البيشنت استخدمه ليه اسمها اوتوجينوس بون هارفستنج. فنقدر نقول ان احنا في البيريو او حتى في الامبلانتولوجي بنستخدم مينلي انترا اورال سورس فور اوتوجينوس بون هارفستنج. طبعا احنا المكان اللي هناخد منه ده بنسميه الدونر سايت، وهنستخدم البون جرافت ده في الريسيبيان سايت اللي هو مكان السيرجري بتاعي اللي انا بتارجت ان يحصل عندي بون ريجنريشن. طب ايه الاماكن الفاليد عندي انترا اورال عشان اعمل منها هارفستنج؟ عندنا كذا مكان. عندنا السيمفيزيال اريا، عندنا الاكسترنال اوبليك ريدج وطبعا ده بايلاترال موجود، عندنا التيوبروستي افيلابل، يعني لو عندي كان في 8 واتخلع فاذا انا عندي المكان ده او المنطقه دي بنسميها تيوبروستي زي ما حضراتكم عارفين. عندنا البالاتال بون، اوكي، عندنا النيزل سباين برضو ساعات من الاماكن السجستد فور اوتوجينوس بون هارفستنج. فدي معظم الاماكن المتاحه عندنا انترا اورال عشان نعمل منها هارفستنج. ولو تلاحظوا ان هي معظمها بيزال بون مش الفلر بون، واكيد طبعا مش هاخد من السبورتنج بون للتيس او الامبلانت عشان اعمل ريكونستراكشن لمكان تاني. احنا بناخد من الاماكن دي معظمها بيزال بون، وبيحصل برضو على فكره بون ريجنريشن افتر هارفستنج، بس طبعا تيكس تايم عشان يحصل ريجنريشن في المكان ده مره تانية. اوكي، طب انا عشان اعمل هارفستنج محتاجه تولز. فايه التولز المتاحه عندنا في الماركت عشان اعمل هارفستنج الاوتوجينوس بون؟ ومصدر التولز ده هو طبعا دي دنتال ماتيريالز، دنتال انسترومنت. عشان اعمل لها، عشان احصل عليها معظم البروفايدرز بتاعها بيبقوا معظم وكلاء الامبلانت عندنا في مصر. فممكن حضرتك تشوف اي وكيل امبلانت بيكون بيوفر التولز دي، وحضرتك تشتري التول المريحه بالنسبه لك اللي انت شايف انها تبقى براكتيكال وايز، هتبقى بتساعدك في شغلك. من اوائل التولز ديت حاجه اسمها تريفاين دريل. التريفاين دريل هو عباره عن دريل بيتباع بالدريل، يعني لو عايزه اجيب دريل واحد ممكن، او ساعات بيبقى في بتتباع بالكت بيبقى فيها مالتيبل دريلز. التريفاين دريل بيبقى زي ما حضراتكم شايفين سلندريكال ان فورم، وهو بيشتغل على الكونترا هاي تورك لو سبيد اللي هي الكونترا بتاع الموتور بتاع الهاند بيس بتاع الموتور بتاع الامبلانت. وطبعا ما دام بعمل هارفستنج بموتور دريفن تول طبعا لازم يبقى فيه كولينج كويس عشان ما يحصلش اوفر هيتنج ويحصل بون نيكروزس. هو شكله سلندريكال زي ما حضراتكم شايفين، بيبقى ليه ديفرنت دايمترز. احنا حضرتك لما بتشتري بتختار بقى الدايمتر اللي انت شايفه مناسب اكتر لمتطلبات او احتياج حضرتك، وهو المفروض بيطلع لي كورز من البون، يعني هو بيطلع لي اسطوانات من العظم على حسب طبعا الدايمتر بتاع التريفاين دريل. طيب انا هستخدم بقى السلندريكلز دي ازاي؟ ان انا اعمل لها ابلكيشن في السيرجيكال سايت بتاعي، لازم طبعا اعمل لها كراشنج عشان احولها لبارتيكل فورم. عشان اعمل لها كراشنج انا محتاجه يبقى عندي حاجه اسمها بون ميل او بون كراشر، بتبقى مطحنه عظم المفروض بحط فيها المكعبات دي او الاسطوانات دي من العظم، وهي بتبقى مانيوال تول بتعمل كراشنج للبون، بتحوله من الستراكشر الهارد السوليد ده لبارتيكل فورم. فاذا لو انا عايزه استخدم تريفاين دريل لازم كمان يبقى عندي في العياده بون ميل او بون كراشر. دي واحده من التولز الفيمس جدا. في بقى موديفيكيشن للتريفاين دريل موجوده بقى لها فتره، حاجه اسمها ACM او اوتو شيب ميكر. الاي سي ام او الاوتو شيب ميكر هي موديفيكيشن للتريفاين دريل، يعني هي برضو دريل بيركب على الهاند بيس بتاعه الامبلانت موتور، بس هي بتبقى عباره عن قطعتين. القطعه الاولى اللي هي الدريل نفسه، والقطعه الثانيه بتبقى سليف، حاجه بتركب فوق الدريل نفسه، بتبقى سيليكون او بلاستيك او كومبريسبل ميتال. هي حاجه بتبقى ريبون ان شيب او كومبريسبل، بحيث ان الجزء السليف ده هو مش هيعمل كاتنج. احنا المره دي هنستخدم الدريل عشان نعمل هارفستنج للبون. الدريل المره دي هو بيعمل هارفستنج، بيعمل كراشنج للبون، يعني بيعمل لي كولكشن للبون في شكل بارتكلز. بس مشكله الدريل ان هو عشان يشتغل لازم يدخل هو بيلف ويطلع هو بيلف،
بيدخل وهو بيلف دي مش مشكله بالنسبه لنا، لكن مشكله وهو طالع كده، لو انا بطلعه وانا لسه دايسه على الفوت كنترول وهو بيلف هيعمل سبريدنج للبارتكلز اللي عمل لها كولكشن. وعشان كده عملوا الجزء اللي هو السليف ده اللي هو الكومبريسبل عشان يبقى على الدريل من بره، بحيث ان انا وانا بعمل درينج الجزء الميتال بس من الدريل هو اللي هيدخل يعمل هارفستنج، وهو طالع الجزء الكومبريسد على الاكسترنال سيرفيس من البون هو اللي هيحافظ لي على الكولكتد بون جرافت بارتكلز عشان ما يحصلهاش سبريدنج طول ما الدريل بتاعي بيلف. فانا هنا مش محتاجه معايا ان انا استخدم بون كراشر او بون ميل. دي تول تانية اسمها اوتو شيب ميكر او الاي سي ام. في عندنا تول ثالثه للهارفستنج ودي مانيوال تول اسمها سيف سكرابر او بون سكرابر. سكرابنج هي فكرتها زي البون فايل، بس البون فايل اللي هو السيرجيكال بون فايل بتاعنا بس ويز كونتينر. عشان انا لو استخدمت السيرجيكال بون فايل بتاعنا ده صحيح هعمل شيبنج للبون او فايلنج للبون بس مش هعمل له كولكشن. فعشان اعمل كولكشن واجمع البون جرافت ده محتاجه ان انا وانا بعمل فايلنج يكون في كونتينر برمي فيه البون ده زي ما بنقول عشان نحافظ على البون بتاعنا. بيبقى موجود منها انواع ديسبوزابل وانواع اوتوكلافبل. كلمه ديسبوزابل معناه ان هي مش frequently to be used، يعني الشاربنس بتاعتها مش عاليه، ممكن استخدمها في حاله في 2 في 3 بالكتير وبعد كده هتبقى رابيدلي بقت ضل، فبالتالي خلاص بستخدمها وبعد كده برميها. اما الاوتوكلافبل بتبقى البادي كله ميتال وبتبقى الشاربنس بتاعتها عاليه، وبيبقى عندنا اوبشن ان احنا نعمل ريبليسمنت للبليد او الجزء اللي هو الشفره اللي بتعمل شيفنج للبون. فعشان كده بتبقى المينتنس بتاعها بيبقى اعلى، بس مع التغيير الشفرات على حسب الايه، على حسب الاحتياج او على حسب ما يحصل لها ضلنس. فدي تعتبر تول رقم 3 بنسميها سيف سكرابر او بون سكرابر، ودي مانيوال فمش محتاجه كولينج ولا حاجه، لان انت مهما تكون حضرتك يعني سريع في الهارفستنج مش تعمل اوفر هيتنج للبون لدرجه ان لا قدر الله يحصل نيكروزس. كذلك عندنا السيرجيكال ديسك، لان مش في كل الحالات انا بعمل بستخدم البون جرافس في شكل بارتكلز. يعني مثلا لو عايز اعمل خوري تكنيك او عايز اعمل بلوك اوجمنتيشن، فانا مش عايز اخد بارتكل فورم من البون، انا عايز اخد بلوك فورم. فبالتالي عشان اخد سوليد بارت من البون في شكل بلوك هستخدم سيرجيكال ديسك. وعشان اعمل سيباريشن للبلوك بعد ما اعمل الفور كاتس مع السيرجيكال ديسك محتاجه يبقى معايا بيفلد تشيزل عشان اعمل استخدمه از فالكرم عشان اطلع البلوك اللي انا عملت له سيباريشن من السراوندنج بون. فدي بتبقى برضو حسب احتياج حضرتك بتجيب السيرجيكال ديسك الدايمتر اللي انت محتاجه. ويفضل طبعا لو هستخدم السيرجيكال ديسك يبقى معايا كت بقى لان انا ليها ديفرنت دايمترز. والسيرجيكال ديسك مهما يكون الدايمتر بتاعه كبير دايما بيبقى السكنس بتاعه رفيع جدا، ممكن السكنس بتاعه يبقى 0.2 0.3 ملم، فبيبقى كونزرفتيف جدا في البون كاتنج. ومع البيفلد تشيزل اقدر اعمل له اكستراكشن واطلعه بره المكان اللي عملت منه اوتوجينوس بون هارفستنج. من الحاجات برضو المهمة عندنا كتول فور هارفستنج، ودي هي من أحدث الحاجات الموجودة عندنا في الماركت، اللي هو البيزو سيرجري. والبيزو سيرجري هو التراسونيك ديفايس بيبقى معاه الهاند بيس بتاعته، ويبقى بروفايدد معاه سيرجيكال تيبس. السيرجيكال تيبس هي كأني بستخدم حاجة شبه السيرجيكال ديسك، بس التيبس بتاعت البيزو سيرجري بيبقى الكاتنج بتاعها بيبقى أهدى، أو بمعنى أصح عشان هي بتشتغل باي فايبريشن فبتعمل كاتنج سلولي للبون. فالمفروض ان هي بتبقى مور سيف على الاندرلاين ستراكشر او الفيتال ستراكشر اللي موجوده بيهايند البون. زي مثلا لما بكون بعمل اوبن ساينس ليفتنج، فحضرتك بتبقى طبعا كين ان ما يحصلش معاك لا قدر الله بيرفوريشن للشينوديريا ممبرين وانت بتعمل الاوبننج بتاع الاوبريشن بتاعك. فيعتبر من الحاجات الفيري فيري سيف وانت بتعمل الكات بالبيزو سيرجري عن ان انت تكون بتستخدم مثلا بير او تكون بتستخدم سيرجيكال ديسك. كذلك برضو لو بنعمل هارفستنج لاوتوجينوس بون من الاكسترنال اوبليك ريدج نبقى برضو يعني كين قوي وحريصين ان احنا ما نقربش من الانفيريور الفلار كانال عشان نحافظ على الانفيريور الفلار باندل. فبالتالي برضو من الحاجات اللي هي بتعمل كاتنج بسيف مود وبتكون حريص جدا وانت بتشتغل بيها والتكتايل سنس بتاعك بيبقى عالي جدا، هو البيزو سيرجري تعتبر مور سيف عن السيرجيكال ديسك، على الرغم انها بتاخد مور تايم ديورنج الكاتنج بتاع حضرتك. ودلوقتي بقى معظم الشركات
لان هو جهاز غالي شويه يعني، فمش كل الناس مش كل الدكاتره كان افورد البرايس بتاعه انه هيبقى موجود عندنا في العياده. ففي بعض الشركات بتطلعه فور رينتنج لو حضرتك محتاج تشتغل بيه عندك في العياده. فنقدر نقول ان احنا عندنا مالتيبل تولز اقدر اعمل بيها اوتوجينوس بون هارفستنج. كونكلوجن زي ما اتفقنا هم التريفاين دريل، الاي سي ام او الاوتو شيب ميكر، سيف سكرابر او بون سكرابر، سيرجيكال ديسك، واخيرا البيزو سيرجري. طيب الاوتوجينوس بون يعتبر زي ما هنقول كمان شويه من احسن انواع البون جرافت ومن ارخص انواع البون جرافت، ودي حاجه غالبا ما بتجتمعش، يعني يبقى الاغلى دايما الاحسن هو الاغلى، لا هو الاحسن والارخص نسبيا عن انواع البون جرافت التانية اللي احنا هنتكلم عنها. ومع ذلك في ليميتيشن اوف يوز، يعني مش كل حاله ومش كل دكتور يقدر يستخدم الاوتوجينوس بون. ايه الليميتيشن اللي ممكن تقابلني؟ اول حاجه الدكتور، بعض الدكاتره ساعات ما بيحبوش يستخدموا اوتوجينوس بون لان ممكن يكون لسه هو ما عندوش السيرجيكال سكيل الكافيه او الاكسبرت الكافيه ان هو الاكسبيرينس الكافيه ان هو يشتغل تو سيرجيكال سايتس ات ذا سيم تايم، فيفضل ان هو يبقى وان سيرجيكال سايت حتى لو انا هستخدم نوع بون جرافت تاني علشان predictability اوف ذا ريزلت. فساعات بتبقى في الاول مش الفيرست تشويس بالنسبه لمعظم الدكاتره اللي لسه بيجنرز او لسه مش عايزين ياخدوا الاكستنسيف سيرجري زي دي في الاول. فعشان كده ممكن يبقى السيرجن نفسه نوت بريفير ان هو يستخدم اوتوجينوس بون. احيانا ان البيشنت هو اللي بيرفض، يعني لو انا هقترح حاجه زي كده على البيشنت وطبعا بحاول احفز البيشنت ان ده هيبقى الافضل في النتيجه والاسرع في النتيجه والارخص سعرا كمان وكتكلفه، ولكن في ساعات بيشنت يقول لك لا مش عايزه اتعرض لالم، مش عايزه يبقى فيه ايديما هيماتوما بين زياده عن اللزوم، بدل ما يبقى 1 سيرجيكال سايت يبقى 2 سيرجيكال سايتس، فاحيانا البيشنت هو اللي بيرفض. كذلك لو انا عندي بيشنت ميديكالي كومبرومايزد اند كنترولد، ما انا اكيد مش هشتغل سيرجري الا البيشنت هيبقى ميديكالي كومبرومايزد بس اكيد يبقى كنترولد، اشهرهم طبعا دايابيتك بيشنت. ففي حاله زي كده ممكن انا كسيرجن ابتدي افكر مره واثنين وثلاثه، البيشنت ده كان جاي اصلا كنترولد ولا ان كنترولد؟ طب انا واثق في ان هو هيحافظ على الكنترولنج بتاع الدايابيتك كونديشن بتاعته في الانيشال بيريود اوف هيلينج ولا لا؟ لان انا هبقى حاطه الهيلينج بتاعه في تشالنج كبير جدا ان انا عامله له 2 سيرجيكال سايتس. فعشان كده ساعات بيبقى مع ان انا ممكن اشتغل اوتوجينوس او البيشنت ما عندوش اي مانع ان انا اعمل وات ايفر التكنيك اللي هيوصلني مع الاحسن نتيجه، لكن بنستبعد هذه الفئه من البيشنت، مش كومبليت او مش ابسولوت كونترا انديكيشن، بس غالبا ما بنحبش نحطهم في الهاي ريسك ده بالذات ان الهيلينج عندهم بيبقى فيه شويه مشاكل يعني. كذلك الاولد ايج الادفانسد ايج، بيشنت سبعينات او ثمانينات ربنا يديهم الصحه يعني بيشتغل عادي، فالسيرجري مش كونترا انديكيتد بالنسبه لهم، بس برضو بنحاول ان احنا نبعد على الاكستنسيف سيرجريز او الاجريسيف مانوفرز عشان برضو ما نحطش الهيلينج بتاعهم في هاي تشالنج ممكن لا قدر الله يبقى كومبرومايزنج الهيلينج في واحد من التو سيرجيكال سايتس. احيانا برضو لما بشرح للبيشنت البوست سيرجيكال كومبليكيشن هيبقى فيه شويه هيبقى فيه هيماتوما، ممكن هيبقى فيه شويه بين، هيبقى فيه سلايت اديما مع الميديكيشن اللي هناخده. ساعات البيشنت يقول لك لا ما مش عايز اخوض التجربه اللي هيبقى فيها الم و فبالتالي ممكن ساعات البيشنت مع التوضيح البوست سيرجيكال كومبليكيشن اللي ممكن قد تحدث لازم اقولها له طبعا في الاول يعني مبقاش عايز ان احنا نشتغل بالاوتوجينوس بون. وعشان كده على الرغم من مميزات الاوتوجينوس بون الكبيره جدا الا ان هي مش دايما نقدر نستخدمه في كل الحالات، ولهذا ظهرت الانواع الثانيه. يعني الانواع الثانيه موجوده عندنا اصلا في الحالات اللي مش هنقدر نشتغل فيها اوتوجينوس بون، فنبتدي ندور على البدائل اللي موجوده عندنا في الماركت. اول بديل عندنا هنتكلم عنه للاوتوجينوس بون هو الالوجرافت. الالوجرافت هو المصدر بتاعه هيومن برضو، بس هو هيومن كاديفر، وطبعا محدش بيدونيت او بيتبرع بالبون بتاعه هو عايش، ده بيبقى دونيشن ابون ديث. يعني انا لما شخص اللي هو عنده هذه الرغبه، انا لما توفى يا جماعه انا عايز ايه اعمل دونيشن، عايزه اتبرع بالبون بتاعي. فالكلام ده بيتعمل ليجال وايز مع حاجه اسمها تيشو بانك. تيشو بانك دي مسؤولة عنها تستقبل الأشخاص الراغبين في التبرع بالأورجنز بتاعتهم مع حدوث الوفاة، الكدني، الليفر، الكورنيا، السكن، البون، بيبقى طبعا تبرع شامل، يعني الشخص ده بيبقى متبرع بكل الأورجنز بتاعته مع الوفاة، وبيبقى معرف طبعا الجماعة الورثة بتوعه يعني ان هم ايه هيبقى هو دونيتنج الأورجنز بتاعته. طبعا الكلام ده بيبقى من غير مقابل مادي عشان ما تبقاش طبعا تجارة، فالشخص ده بيبقى
متبرع فور فري. طبعا بيتعمل له اناليسيز، بيتعمل له تحاليل واشعاعات عشان برضو يتاكد ان هو ما عندوش اي حاجه سيريس ممكن لا قدر الله يبقى حصل لها ترانسميشن مع استخدام الاورجنز بتاعته حتى لو اتعمل لها تريتمنت. فبرضو بيبقوا سيلكتنج الناس اللي هم الراغبين دولت ان هم فعلا يبقى اليجيبل ان هم يتبرعوا بالاورجنز بتاعتهم مع الوفاه. بالاورجنز دي او الشخص ده طبعا بتتسلم بعد الوفاه للتيشو بانك. التيشو بانك هي المسؤوله انها تعمل اكستراكشن للاورجنز والتريتمنت بتاعها، بتعمل لها ديس انفكشن طبعا، وتشال اي انتيجنز موجوده على السيرفيس، وتتبعت للاماكن اللي هي محتاجاها زي المراكز التبرع او مراكز الزراعه، زراعه الكلى او القلب او وات ايفر، ويبتدي بقى الحاجه دي تتوزع في الاماكن الايه المخصوصه ليها. بالنسبه للبون طبعا البون بيتعمل له تريتمنت قوي جدا، بيتعمل طبعا ديس انفكشن عشان اي انفكتيفيتي محتمله حصلت في الفتره الاخيره، بيتعمل تريتمنت للانتيجنز الموجوده على السيرفيس بتاع البون عشان ما يحصلوش ريجكشن. بعض اجزاء من العظم بيتعمل لها كمان دي مينراليزيشن، يعني بيتعمل دي مينرال كونتنت ريموفال عشان يسهل ويسرع عمليه البون ريزوربشن. وعشان كده احنا بندفع فلوس، يعني الشخص ده اتبرع ببلاش. طب احنا بندفع فلوس ليه؟ عشان التريتمنت السوفيستيكيتد اللي تيشو بانك عمله عشان نقدر نستخدم ماتيريال انرت باي كومباتبل ما يحصلش منها لا كروس انفكشن ولا يحصل لها ريجكشن. بيطلع 3 برودكتس من عمليه التصنيع ديت، هم باي نيم فريش فروزن بون الوجرافت، فروزن درايد بون الوجرافت، ديمينراليزد فروزن درايد بون الوجرافت. في مجال الاسنان سواء في البيريو او في الامبلانت بنستخدم رقم 2 ورقم 3، بنستخدم فروزن درايد بون الوجرافت وبنستخدم كذلك ديمينراليزد فروزن درايد بون الوجرافت. احنا لما بنيجي نستخدم الالوجرافت ما بنروحش تيشو بانك، احنا بنروح لحد بروفايدنج للماتيريال دي، هو اللي بيجيبها لنا من التيشو بانك. طبعا البروفايدر عندنا في مصر هو اي او معظم وكلاء الامبلانت برضو بيوفروا لنا البايو ماتيريالز دي، فمعظم وكلاء الامبلانت هتلاقي عندهم انواع مختلفه وبراندز مختلفه من الالوجرافت، وهتلاقي عنده نوعين زي ما اتفقت مع حضرتك، دي مينراليزد فروزن درايد بون الوجرافت وفروزن درايد بون الوجرافت. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ما هو كده في نوعين الوجرافت، افرق ما بينهم ازاي او ايه الفروق الجوهريه اللي ما بينهم؟ الفروزن درايد بون الوجرافت هو بون جرافت لا يحتوي على بعد البروسيسنج ده لا يحتوي على ليفنج اوستيوبلاست ولا يحتوي على جروس فاكتور بعد البروسيسنج اللي حصل. اما الديمينراليزد فروزن درايد بون الوجرافت برضه ما فيهوش ليفنج اوستيوبلاست لانها اكيد حصل لها ديس باي بروسيسنج، لكن يحتفظ ببعض من الجروس فاكتور كونتنت موجوده عنده فروزن preserved within البون. فعشان كده الديمينراليزد فروزن درايد بون الوجرافت الفرق في فرقين جوهريين بينه وبين الفروزن درايد، انه اولا طبعا فاست ريزوربنج عشان في حصل مينرال كونتنت ريموفال في البروسيسنج بتاعه. الحاجه الثانيه ان في جروس فاكتور كونتنت ستيل بريزيرفد ويزن الجرافت ماتيريال، فبالتالي وانس ان هو الجرافت ده بنستخدمه في البيشنت مع الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي للبون جرافت ده، فيبتدي يحصل ريليز للبريزيرفد جروس فاكتور ماتيريال، فبالتالي جروس فاكتور زي ما قلنا من شويه يبتدي تعمل او تساعد على عمليه الاندفرنشيتد اكتوميزنكايمال سيل ديفرنشيشن، تبقى اوستيوبلاست تبتدي تكون بون. فعشان كده هتلاقي دايما الديمينراليزد الوجرافت بيبقى اغلى من الفروزن درايد بون الوجرافت. والديمينراليزد الوجرافت عشان هو ديمينراليزد لو احنا عملنا اكس راي ما بنشوفوش في الاكس راي لانه بيبقى ريديولوسنت عشان ديمينراليزد، اما الفروزن درايد بون الوجرافت بيبقى راديو اوبيك فاقدر اشوفه في الاكس راي. بس فكره اشوفه ومش اشوفه ده اللي بتخليني اختار، انا بختار على حسب انا محتاجه جرافت فاستلي ريزوربنج ولا سلولي ريزوربنج، انا محتاجه جروس فاكتور كونتنت ولا مش محتاجه جروس فاكتور كونتنت بشكل قوي، على حسب الديفكت بتاعي محتاج ولا مش محتاج، وده هنوضحه كمان شويه. النوع الثالث من البون جرافت اللي هو يعتبر البديل الثاني للاوتوجينوس اللي هو زينوجرافت. والزينوجرافت مصدره انيمال بون، المره دي بقى البون مش هيومن، المفروض المره دي الانيمال بون هو البروفايدنج او ده السورس اللي بنستخدم منه او بنحصل منه على البون جرافت. وبرده بيتعمل له بروسيسنج سوفيستيكيتد عشان ما يحصلش برده منه كروس انفكشن او لا قدر الله ريجكشن. وبرده السورس او المصدر اللي اقدر احصل منه على الزينوجرافت هو هيبقى اي وكيل امبلانت عندك في مصر او في البلد بتاعت حضرتك. عندنا الزينوجرافت ليه 3 مصادر، عندنا من الكاو وعندنا من الهورس وعندنا من البيك. طب ايه فكره ان انا اعرف يعني المصدر الحيواني ايه؟ هي بس بيبقى المسمى بتاعه على البوكس، هتلاقي مثلا عندك بوفاين زينوجرافت، اكواين زينوجرافت، بورساين زينوجرافت. ايه معنى كل كلمه؟ بوفاين زينوجرافت يعني مصدره
البون اوف كاو، بورساين زينوجرافت مصدره بون اوف بيج، اما الاكواين زينوجرافت مصدره بيبقى البون بتاع الهورس. فده معنى كلمه بوفاين من الكاو، بورساين من البيج، اكواين من الهورس. احنا في مصر وفي معظم الدول العربيه هتلاقي عندنا بوفاين منتشر جدا جدا، والاكواين الى حد ما برضو موجود. غالبا مش هتلاقي عندنا بورساين خالص، البورساين معظمه موجود في امريكا واوروبا. طيب هل في فرق ما بينهم؟ يعني مثلا مين احسن؟ مثلا في فروق جوهريه تخليني اجيب ده او اجيب ده؟ هو للاسف مفيش استادي اتعملت على الثلاثه. يعني عشان نفرق مثلا مين احسن من مين المفروض يعملوا كومباريزون، يستخدموا 2 ماتيريال او 3 ماتيريال منهم ويبتدوا يعملوا كومباريزون. محدش ابدا عمل كومباريزون بين زينوجرافت وزينوجرافت، دايما الكومباريزون بين زينوجرافت والوجرافت، زينوجرافت واوتوجينوس، لكن محدش عمل كومباريزون بين زينوجرافت وزينوجرافت. فنقدر نقول ان هم كلهم كويسين وكلهم بيشتغلوا بشكل جيد. وطبعا الزينوجرافت بيبقى سعره ارخص من الالوجرافت عندنا في الماركت، طبعا منطقيا علشان ده مصدر انيمال والتاني مصدر من الهيومن. اخر نوع عندنا اللي هو النوع الرابع اللي هو يعتبر البديل الثالث للاوتوجينوس بون، اللي هو الالوبلاست. والالوبلاست بيسموه برضو سينثيتك بون صناعي. الفكره جت ازاي؟ ان ليه لازم البون جرافت يبقى بون؟ يعني البون جرافت ده مصيره في الاخر ريزوربشن، فبالتالي هو كماتيريال مش محتاجين ان هو يبقى ليه كرايتيريا معينه انه يبقى شبه البون بتاعنا، والا كان يبقى الاوتوجينوس هو الاونلي بون جرافت تو بي يوزد. بالعكس، هو حتى الاوتوجينوس بون جرافت زي ما اتفقنا بيحصل له ريزوربشن. فبالتالي جت الفكره ان احنا ممكن نعمل سينثيتك بون جرافت، بحيث ان هو يبقى فيه حتى الفيزيكال او حتى الكيميكال كرايتيريا اللي موجوده في البون جرافت اللي موجوده في الاوتوجينوس او من الالوجرافت او الزينوجرافت، وهيبقى التصنيع بتاعه اسهل وامن وارخص، لان ما عندناش بقى الدايلاما بتاع الانتيجنز ان ممكن يحصل له لا قدر الله ريجكشن ولا حاجه، يبقى فيه انفكتيفيتي محتمله تسبب كروس انفكشن. عشان كده يعتبر نوع امن ونوع رخيص. عملوه من ماتيريال زي ايه؟ عملوه من الهيدروكسي اباتايت. هو برضو يفكروا يعملوه من ماتيريال شبه البون بتاعنا عشان الاميون ريسبونس بتاعنا تعرفوا زي انواع البون جرافت الاخرى، وتبتعمل له برضو جرادوال ريزوربشن باي تايم. عملوه من الكالسيوم فوسفات، واشهر نوع عندنا اللي هو البيتا تراي كالسيوم فوسفات، ده برضو شبه البون بتاعنا لان الكالسيوم فوسفات داخل في تركيب البون بتاعنا. عملوه من حاجه اسمها بايو اكتيف جلاس، فيزيكالي شبه البون بتاعنا، فبرضو لتسهيل عمليه الديفينيشن بتاع الاميون ريسبونس انها تعرف البون جرافت وتعمل له ريزوربشن. ده نوع منتشر جدا اللي هو الالوبلاست، موجود عندنا في الماركت بشكل واسع، ويعتبر هو الارخص على الاطلاق ان كومباريزون للانواع الاخرى اللي هي الزينوجرافت والالوجرافت. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض الاربع انواع بون جرافت، كل واحد فيهم وبيجي منين ومصدره ايه امبريف، وفكره ان احنا بقى نبتدي نقول مع بعض او نعمل كونكلوجن. انا دلوقتي عايزه اراجع معاك كل نوع منهم بيشتغل ازاي. احنا اتفقنا ان الاربعه بون جرافت ماتيريال ليهم خصائص مشتركه. الاربعه سبيس مينتينر زي ما شرحنا في الاول، الاربعه ريزوربابل، تمام، الاربعه اوستيو كوندكتيف. هيبقى الحاجتين اللي فيهم اختلاف بقى، يا ترى مين فيه جروس فاكتور ومين ما فيهوش عشان يبقى اندكتيف، يا ترى مين فيه ليفنج اوستيوبلاست ومين ما فيهوش عشان يبقى اوستيوجينيك. فخلينا كده نبدا من تحت لفوق في الجدول اللي قدامنا دوت. نتكلم الاول على الاوتوجينوس. الاوتوجينوس زي ما ابتدينا بيه هو طبعا كوندكتيف، لان دي حاجه زي ما قلنا صفه موجوده بشكل عام في الاربع انواع بون جرافت. الاوتوجينوس اوستيو اندكتيف طبعا يس، لان احنا عندنا فيه جروس فاكتور كونتنت موجوده في البون جرافت اللي احنا عملنا له هارفستنج. الاوتوجينوس اوستيوجينيك لان زي ما اتفقنا يبقى فيه ليفنج اوستيوبلاست ليفنج فور 12 اورز، بتأدي الدور بتاعها البيولوجيكال في الحياه لحد ما يحصل لها ديس. وعشان كده الاوتوجينوس بون هو البون جرافت الوحيد اللي بيعمل كل حاجه. اي حاجه انت عايزها من البون جرافت بيقدر يوفرها لك الاوتوجينوس بون، وعشان كده قلنا هو احسن نوع من انواع البون جرافت، ولكن قلنا طبعا على الليميتيشن اوف يوز. وعشان كده الاوتوجينوس يظل وسيظل الجولد ستاندرد تايب اوف بون جرافت ماتيريال. وعشان الليميتيشن ظهرت الانواع الثانيه. تعالى بقى نشوف الانواع الثانيه بتشتغل ازاي. الالوجرافت هل هو كوندكتيف؟ يس. هل هو اندكتيف؟ يس اند نو. ليه يس اند نو؟ لان احنا عندنا في كذا نوع من الالوجرافت. فعندنا مثلا الفروزن درايد بون الوجرافت قلنا ما فيهوش جروس فاكتور كونتنت، فبالتالي يبقى كوندكتيف اونلي. اما الديمينراليزد فروزن درايد بون الوجرافت فيه جروس فاكتور كونتنت، فكده نعتبر البون جرافت ده كوندكتيف اند اندكتيف. هل الالوجرافت اوستيوجينيك؟ لا طبعا، لان ما فيهوش اي ليفنج اوستيوبلاست. نيجي للزينوجرافت اللي هو مصدره انيمال بون. هل هو كوندكتيف؟ يس. هل هو اندكتيف؟ نو، على الرغم ان في انواع على فكره منه ديمينرالايزد حاليا عشان
تسريع عمليه الريزوربشن بتاعه، ولكن برضو لقوا ان هي ديفويد اوف جروس فاكتور كونتنت. هل هو اوستيوجينيك؟ طبعا لا، ما فيهوش اي ليفنج سيلز حاليا وانت بتستخدمه. اخر واحد اللي هو الالوبلاست هو طبعا كوندكتيف، نوت اندكتيف اند اوف كورس نوت اوستيوجينيك. فكده احنا عرفنا كل واحد فيهم بيشتغل ازاي. خلونا نعمل كومباريزون ما بين الاربع انواع. بس انا مش هعمل كومباريزون بين الاربع انواع، هعمل كومباريزون بين 3 انواع، لان انا لو قارنت اي حاجه بالاوتوجينوس طبيعي الاوتوجينوس هو اللي يكسب. فخلينا نقارن بين الالوجرافت والزينوجرافت والالوبلاست. الوجرافت وزينوجرافت والوبلاست. لو جينا بصينا على الجدول هنلاقي ان الثلاثه كوندكتيف، وان الثلاثه نوت اوستيوجينيك، وان الثلاثه نوت اندكتيف. ليه نوت اندكتيف؟ ما احنا قلنا ان الديمينرالايزد فروزن درايد بون الوجرافت ده فيه جروس فاكتور كونتنت. بس انا كنت بقارن نوعين في نفس الكاتيجوري، نوعين الوجرافت في نفس الكاتيجوري، فاقول في واحد اندكتيف وواحد مش اندكتيف. دلوقتي انت بتقارن كاتيجوري بكاتيجوري، بقارن الالوجرافت بالزينوجرافت بالالوبلاست. فهل هي صفه عامه في الكاتيجوري ولا لا؟ لا، هي مش صفه عامه، ده في نوع ونوع لا. مش بس كده، حتى السب تايب اللي موجود عندي في الالوجرافت في ديبيت، يعني في قولان او كلام عليه، في شك اصلا في الجروس فاكتور كونتنت ككم. لان خلي بال حضرتك كلنا باي ايجنج الجروس فاكتور كونتنت عندنا بتقل، ما بتبقاش كتيره، يعني واحنا صغيرين غير واحنا شباب غير واحنا شيوخ لما بنكبر في السن. فيا ترى بقى الشخص اللي اتاخد منه العظم ده كان سنه كبير ولا صغير، كان ميديكالي فري ولا ميديكالي كومبرومايزد، كان ميل ولا فيميل، فبتفرق طبعا. فعشان كده بيبقى عندنا جروس فاكتور كونتنت الكميه بتاعتها كويشنبل. عشان كده ممكن يبقى فيه سمول او فيو جروس فاكتور كونتنت فتبقى ضعيفه قوي، او هيوج جروس فاكتور كونتنت تبقى كبيره، وهي برضو في كل الاحوال ما فيش سستيند ريليز. فعشان كده بما ان الموضوع كويشنبل، بما انه سب تايب، فعشان بقارن كاتيجوري بكاتيجوري بنعتبر ساعتها في المقارنه دي هنلغي خالص حته الاندكتيفيتي، فيعتبر الثلاثه يا دكتور يعتبروا اللي هو الالوجرافت والزينوجرافت والالوبلاست كوندكتيف. صح؟ طب ما كده الروس اتساوت، يعني كده التلاتة زي بعض، ما هم التلاتة كده سبيس مينتينر ريزوربابل اوستيو كوندكتيف، ومع ذلك في فروق رهيبه في السعر. يعني لو جبنا نفس الكميه من الالوجرافت والزينوجرافت والالوبلاست هتلاقي دايما ان الاغلى على الاطلاق هو الالوجرافت. الزينوجرافت ممكن يقل عنه، ممكن يبقى سعر نفس الكميه من الزينوجرافت مقارنه بالالوجرافت ممكن تبقى النص واقل من النص كمان. الالوبلاست هو الارخص على الاطلاق، بيبقى تقريبا سعره نص الزينوجرافت، يعني نقدر نقول ان هو ربع الالوجرافت. وطبعا منطقي عشان ده من هيومن سورس وده فده نادر مش كتير. الزينوجرافت من انيمال سورس، الالوبلاست اصلا مش بون سورس، عشان كده في فروق طبعا في الاسعار. ماشي، في فروق في الاسعار كبيره والثلاثه كوندكتيف، فده يخليني طب ما انا دايما استخدم الرخيص وخلاص ما دام الثلاثه كوندكتيف. لا، ما ينفعش، لان الفرق ما بين الثلاثه فرق جوهري. ان انت في الاول وفي الاخر محتاج ان البون جرافت ده يحصل له ريزوربشن. مشكله كبيره جدا لو البون جرافت ده ما حصلوش ريزوربشن. اي بون جرافت حضرتك بتستخدمه طبيعته ان هو ريزوربابل، وده تيستد في الاماكن اللي هي بتعمل لنا فابريكيشن او بتصنع او بتعمل بروسيسنج للبون جرافت. فبالتالي لو البون جرافت ده ما حصلوش ريزوربشن، وده هيبقى عن طريق ان الاميون ريسبونس بتاعنا ما قدرش يعرفه على انه فورين بودي، فدي مش مشكله في الجرافت كماتيريال، مشكله في ان الاميون ريسبونس بتاعنا يعمل له ديفينيشن. ففي حاله زي كده البون جرافت هيظل كما هو، وبالتالي يا دكتور انسى ان يحصل بون ريجنريشن. فعشان كده مين اكتر واحد تقدر الاميون ريسبونس بتاعنا تتعرف عليه بكل سهوله، سواء البيشنت ده عنده سمارت اميون ريسبونس او ليزي اميون ريسبونس؟ طبعا هو الالوجرافت، لان هو ستيل بون جرافت من هيومن بون، فهو نفس الفصيله، فبتقدر الاميون ريسبونس بتاعنا تتعرف عليه بسهوله. فعشان كده نقدر نقول ان تكاد تكون معاه الريزلت دايما فيري فيري بريدكتابل. الزينوجرافت هو بون صحيح، بس different species من animal source، فعشان كده الاميون ريسبونس بتاعنا takes time معاه عشان تعمل له resorption. اما الالوبلاست هو اصلا جينيتيكالي مش بون، فبالتالي ساعات الاميون ريسبونس بتعرفه وتعمل له جرادوال ريزوربشن ممتاز جدا، واحيانا للاسف بتفشل انها تتعرف عليه فيظل كما هو. فعشان كده الالوبلاست ما اقدرش استخدمه في اي حاله، لازم يبقى سيلكتد كيسز زي ما هنقول كمان شويه في الكرايتيريا اوف سيلكشن. اما الالوجرافت اي حاله انا ممكن استخدم معاها الوجرافت وتجيب معايا ريزلت كويسه جدا. الزينوجرافت كيس باي كيس. نيجي بقى لاخر حاجه واهم حاجه اللي هي كرايتيريا اوف بون جرافت سيلكشن، لان انا لو حد سالني الدكتوره معلش قولي لنا نوع واحد بقى نشتغل بيه وخلاص،
ما هو النوع الواحد اللي كلنا يا ريت نقدر نشتغل بيه لكل الناس هو الاوتوجينوس، بس احنا اتفقنا بقى ان في ليميتيشن اوف يوز. طب اللي بعده اللي هو الالوجرافت فيري فيري اكسبنسيف، فعشان كده لو انت عايز نحدد لك نوع، انت دايما كده بتشتغل في كاتيجوري من البون جرافت عالي جدا في البرايس بتاعه، وممكن يبقى كوست وايز عالي جدا على البيشنت بتاعك. فخلينا نقول ان نخليها كيس باي كيس حسب الحاله، اشوف نوع الجرافت المناسب ليها ويكون متناسب مع ماديات العيان، وفي الاخر احنا بنتارجت اوبتيمم ريزلت. فمن اول الحاجات اللي هتخليني اقول استخدم انهي نوع من انواع البون جرافت هو الاوستيوجينيك بوتنشال اوف ذا بون ديفكت، ان اللي بيكون بون هو الديفكت. انا بستخدم بايو ماتيريال زي البون جرافت والممبرين عشان اساعد الاوستيوبلاست انها تكون بون. خلاص، فبالتالي انا بشوف الديفكت عايز ايه، محتاج ايه، عشان اساعده بايه، باي نوع من انواع البون جرافت عشان اوفر له الظروف الاوبتيمم عشان يحصل بون ريجنريشن. فمثلا لو عندي 3 وول بوني ديفكت، 3 وول بوني ديفكت معناه ان انا عندي ريميننج 3 وولز من البون وفاضل عندي ميسنج 1 وول، فبالتالي انا هنا عندي الديفكت الاوستيوجينيك بوتنشال بتاعه يعتبر فيري فيري هاي، فبالتالي مهمه البون سهله. فبالتالي هنا برضو بتسهل عليا مهمه ان انا ممكن اختار اي نوع من انواع البون جرافت وان شاء الله يديني اوبتيمم ريزلت. على العكس بقى لو انا عندي 1 وول بوني ديفكت، يعني جاست 1 بون ريميننج وعندي ميسنج 3 وولز من البون، هنا مهمه البون صعبه، او نقدر نقول الاوستيوجينيك بوتنشال بتاع الديفكت از فيري لو، فبالتالي انا محتاجه استخدم بون جرافت الاوستيوجينيك بتاعه، الاوستوجينيك بوتنشال بتاع البون جرافت عالي، زي الاوتوجينوس، زي الالوجرافت اللي فيه جروس فاكتور اللي هو الديمينرالايزد فروزن درايد بون الوجرافت. فتلاحظ ان هي علاقه عكسيه، كل ما الاوستوجينيك بوتنشال بتاع الديفكت يبقى هاي بمعنى ان الميسنج وولز قليله، فبالتالي ممكن استخدم اي نوع من انواع البون جرافت. العكس لو الاوستوجينيك بوتنشال بتاع الديفكت از لو، فبالتالي انا محتاجه اعلى بنوع البون جرافت بوتنشال عشان يقدر في الاخر يديني الاوبتيمم ريزلت اللي انا عايزاه. طبعا مش دي الكرايتيريا الوحيده، احنا عندنا اذر كرايتيريا زي الانديفيدوال سيستميك هيلث، المقصود بيها الادفانسد ايج بيشنت والميديكالي كومبرومايزد كنترولد بيشنت. الادفانسد ايج والميديكالي كومبرومايزد كنترولد بيشنت الناس دي عندها مشكله في حاجتين، مشكله في الاميون ريسبونس بتاعهم بيبقى ليزي، وكذلك مشكله ان الهيلينج ريسبونس بتاعهم بيبقى ديليد. فعشان كده بنبعد عن نوعين من البون جرافت معاهم، بنبعد عن الاوتوجينوس عشان ما يبقاش زي ما اتفقنا عندنا تو سيرجيكال سايتس بيحصل فيهم هيلينج ات ذا سيم تايم، وكذلك بنبعد عن الالوبلاست اللي هو السينثيتيك بون لان هم عندهم ليزي اميون ريسبونس، فبنخاف ان الاميون ريسبونس بتاعهم ما يقدرش يتعرف على الالوبلاست ده بسهوله ويسيبه من غير ما يحصل له ريزوربشن. فبالتالي بيبقى دايما اختياراتنا مع التو كاتيجوريز دول من البيشنت في نوعين بس بدل 4 انواع، بنختار ما بين الزينوجرافت والالوجرافت على حسب الحاله. الكرايتيريا الثالثه البيشنت فاينانس. طبعا البيشنت تقول لي هيحاسب، بس طبعا بما لا يتعارض مع الريزلت، بمعنى اني دايما بحاول اجيب نوع الجرافت المناسب للحاله والمتناسب ايضا مع حالتها الماديه من غير ما يبقى فيه تعارض مع النتيجه بتاعتنا. كذلك الكرايتيريا الرابعه اللي هي السيرجيكال سكيل، هل انا كجراح اقدر اعمل اوتوجينوس بون هارفستنج ولا لا؟ يعني هنا السيرجيكال سكيل مش موجوده في اختيار الثلاث انواع اللي هم الالوجرافت والزينوجرافت والالوبلاست، انا بشتريهم، مفيش اي سيرجيكال سكيل في حاله زي كده، لكن السيرجيكال سكيل اكيد لازم تبقى موجوده عندي لو انا هعمل اوتوجينوس بون هارفستنج. اذا كانت موجوده ببقى عارفه ان انا اقدر اعمل اوتوجينوس بون هارفستنج، ابتدي اتكلم مع العيان واقنعه. اذا لم تكن موجوده اكيد مش هجيب سيرتها، فكده يبقى انا بتكلم في ثلاث انواع بختار ما بينهم للحاله بتاعتي. فعشان كده الاوتوجينوس بون يدخل في الكرايتيريا اوف سيلكشن على حسب الاوبريتور نفسه يقدر يعمل اوتوجينوس بون هارفستنج ولا لا، على حسب السيرجيكال سكيل واكسبيرينس بتاعته. اخر حاجه بالنسبه لنا في الكرايتيريا اوف سيلكشن هي الجرافت ماتيريال بروبرتيز، يعني انا عندي الجرافت نفسه ليه خصائص، سواء بقى الوجرافت او زينوجرافت او الوبلاست، والخصائص دي بتبقى موجوده على الليبل اللي موجود على البوتل او الجار اللي بيبقى موجود فيه البون جرافت بتاعي. كذا كلام كده، حاجات كلمات وارقام بتبقى موجوده ليها انديكيشن، طبعا هي دي انفورميشن لحضرتك. زي ايه مثلا؟ طبعا غير انه براند ايه وزينوجرافت ولا الوجرافت والوزن اللي حضرتك طلبته، طبعا الكميه اللي انت محتاجها، مكتوب رقم تاني، الرقم ده بيبقى عباره عن غالبا رينج، يعني بيبقى مكتوب مثلا من 250 ل 500 مايكرون، من 1000 ل 2000 مايكرون، اكتر من 2000 مايكرون. ايه اللي بالمايكرون ده وايه الارقام دي؟ ده البارتيكل سايز، حجم الحبيبات او الشيبس بتاعه البون جرافت. فلقوا ان كل ما البارتيكل سايز بتاع البون جرافت يبقى صغير كل ما الريزوربشن بتاعه يبقى سريع.
كل ما البارتكل سايز بتاع الجرافت يبقى كبير كل ما الريزوربشن بتاعه يبقى طويل. يعني مثلا لو انا عندي 3 وول بوني ديفكت اللي هو انا عندي فيه جاست ميسنج 1 وول، استخدم بارتكل سايز كبير ولا صغير؟ اكيد الصغير، لان انا لو استخدمت بارتكل سايز كبير هياخد وقت اطول في الريزوربشن فهيعطل عمليه الهيلينج، والعكس صحيح. لو عندي 1 وول بوني ديفكت يعني انا عندي ميسنج 3 وولز، فبالتالي لو استخدمت بارتكل سايز صغير هيحصل عندي ايه؟ بون ريجنريشن، بس يبقى عندي كولابسد ريزلت، يعني اقل في السمك في هوريزونتال واقل فيرتيكالي، فبالتالي ده ديفكت يتطلب وقت عشان يحصل ريجنريشن، فبالتالي انا لازم استخدم ايه؟ بارتكل سايز كبير. فعشان كده البارتكل سايز الكبير حلو والصغير حلو. امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ على حسب ايه؟ على حسب الحاله بتاعتي. كذلك يا دكتور موجود برضو على البوكس بتاع الجرافت مكتوب كده كلمه مهمه جدا، اللي هي يا ترى البون ده كانسيلس ولا كورتيكو كانسيلس ولا كورتيكال؟ ما هو مصدره من هيومن او من انيمال، اللي هو الالوجرافت والزينوجرافت. لقوا ان الكانسيلس بون بيبقى فاستلي ريزوربنج، الكورتيكال بون بيبقى سلولي ريزوربنج، الكورتيكو كانسيلس بيبقى متوسط في الريزوربشن ريت بتاعه. فهتلاقي مثلا في ديفكت صغير او في ديفكت زي الثري وول بوني ديفكت اوستيوجينيك بوتنشال بتاعه عالي جدا، دايما بنختار الكانسيلس بون. اما في ديفكت زي التول او التولز او الوان وول بنستخدم الكورتيكو كانسيلس بون جرافت. الكورتيكال بون جرافت ده غالبا بنستخدمه في الحالات الادفانسد او اللي فيها سيفير ديفيشنسي، زي في حالات الريدج اوجمنتيشن فور امبلانت بليسمنت ليتر اون. فعشان كده برضو تفرق معايا كانسيلس ولا كورتيكو كانسيلس ولا كورتيكال، عشان كده هو بيبقى موضحها لحضرتك على البوكس عشان تختار النوع المناسب حسب الحاله اللي حضرتك هتشتغل لها. كذلك عندنا كذا فورم من البون جرافت بيتباع. عندنا البارتيكل فورم، وده طبعا اكتر نوع بنستخدمه كفورم فور جايدد تيشو ريجنريشن او جايدد بون ريجنريشن او ساينس ليفتنج او تيتانيوم مش اوجمنتيشن. معظم التكنيكس بتاعت البون اوجمنتيشن سواء اراوند التوث او اراوند الامبلانت. عندنا كمان في فورم البلوك، يعني زي ما كده قلنا ان الاوتوجينوس بون ممكن اعمل له هارفستنج في شكل بلوك، بيتباع عندنا برضو في الماركت الو بلوك وزينو بلوك. فبالتالي حتى لو انا عايزه اعمل بلوك اوجمنتيشن مش لازم على فكره انه يبقى لازم اوتوجينوس، ممكن يبقى الو بلوك او زينو بلوك لو انا عايزه اعمل بلوك اوجمنتيشن. وعندنا الفورم الثالث اللي هو باتي. الباتي ما بيبقاش في شكل باتي فعلا، هو بيتباع في شكل باودر، والباودر ده بيتعمل له ميكس بسلاين او ممكن ببلد، او ساعات بيبقى معاه الليكويد بتاعه وهو سترايل ليكويد فيسيولوجيك ليكويد بيتعمل بيه ميكس للباودر ده لحد ما يبقى شكل بطي، وبيتعمل له بليسمنت في الديفكت. هو طبعا يعني كفكره لطيفه ان انا كده هيسهل لي عمليه الكارينج والابلكيشن، بس هو مشكلته ان هو محتاج كونتيند ديفكت. يعني لو ديفكت مفتوح زي الوان وول مثلا، او عندي نايف ايدج ريدج، صعب جدا ان انا اتحكم في الفورم ده، لان وانس ان هيبقى كونتامينيتد بلاد، مش كونتامينيت طبعا، يعني قصدي ان البلاد يبتدي يدخل عليه هيبتدي يعمل له زي سيوله اكتر، فبالتالي هيبقى الفورم بتاعه اللي انا كنت مستفيده بيه في الاول ان هو اقدر اعمل بيه كنترول عليه وابلكيشن ليه مش هيبقى سهل. فعشان كده دايما استخداماته بتبقى مثلا في سوكت بريزرفيشن، في immediate امبلانت، في الجاب اعمل بيه فيلنج ليه، في 3 وول بوني ديفكت، لكن مش سهل استخدمه في ايه؟ في اوبن ديفكت. اخر حاجه الاوستيوجينيك بوتنشال اوف ذا جرافت. يعني احنا قلنا بقى الجرافت مش كلهم زي بعض، انت عندك اعلى واحد في الاوستيوجينيك بوتنشال هو الاوتوجينوس، اقلهم على الاطلاق هو الالوبلاست، في النص عندنا الالوجرافت والزينوجرافت، يبقى ايه ما بينهم؟ وطبعا يعتبر الالوجرافت اعلى شويه من الزينوجرافت. في برضو ساعات سؤال بيتسال، طب انا هشوف البون جرافت في الاكس راي طبعا واعرفه ازاي؟ احنا اتفقنا ان البون جرافت المفروض ان هو كله بيبقى راديو اوبيك، حتى الاوتوجينوس على فكره، ما عدا الديمينرالايزد فروزن درايد بون الوجرافت بيبقى راديو ليوسن. فبالتالي بيبقى شكل البون جرافت عندنا غير شكل البون بتاعنا. شكل البون جرافت يبقى وايت دوتس موجوده عندي في الاكس راي. المفروض ده لو انا خدت اكس راي في الاول، المفروض بعد ما يحصل ريجنريشن مينيمم 3 شهور ماكسيمم 6 شهور، لو انا عملت اكس راي اشوف شكل البون ترابيكيوليشن، تيجي عندي نسيج العظم يظهر ان كومباريزون للسراوندنج بون. وعشان كده لو انا عندي فيلير في البون ريزوربشن، لان الحاجه الوحيده قلنا المشكله عندنا مش ان يحصل فاست ريزوربشن، يحصل عندنا نو ريزوربشن، فهتلاقي يا دكتور البون جرافت هيبان عندك في الاكس راي وايت ستراكشر راديو اوبيك ستراكشر سراوندد ويز ريديوليوسنت اريا، اللي هي عباره عن الفايبروزز اللي هيبقى سراوندنج الجرافت، وده يعتبر فيلير فور ريجنريشن. والحل بتاعه الوحيد لانه خلاص هو حصل فيلير ان يحصل له ريزوربشن، ان حضرتك تفتح وتعمل له كحت، تعمل له كوريتاج، وتعيد عمليه الريجنريشن مره ثانيه.
اتمنى تكون المحاضره فادتكم واضافت ليكم. كونكلوجن اخير، ان احنا دايما زي ما اتفقت معاكم ان انت عشان تستخدم البون جرافت لازم تبقى فاهم الماتيريال اللي حضرتك بتستخدمها ايه هي، بتشتغل ازاي، الكرايتيريا بتاعتها ازاي. عشان انجح في عمليه الريجنريشن لازم ابقى عارفه الكرايتيريا اوف سيلكشن. زي ما شفنا هي كرايتيريا كتير بس هي مش صعبه. يعني انا عشان اعمل تريتمنت بلان يعني انا عندي داتا، عندي كلينيكال داتا وراديوجرافيك داتا، فهقعد مع نفسي وابتدي احدد ايوه الحاله دي انا هعمل لها ريجنريشن، هستخدم نوع بون جرافت ايه، طب الكرايتيريا بتاعته مثلا البارتيكل سايز عامل ازاي، التايب بتاعه عامل ازاي، الاوستيوجينيك بوتنشال بتاع الديفكت. كل الحاجات دي هتطلع لك انت محتاج بون جرافت نوعه ايه، البارتيكل سايز بتاعه، التايب بتاعه، مع تكرار عمليه الريجنريشن واختيارك للبون جرافت. هتبقى المعلومات دي ريجستريتد عندك في دماغك ويبقى سهل جدا جدا التعامل بيها. ما تحددش دايما نفسك في كامباني واحده. دايما حد يقول لي طب عايزين اسم الشركه، طب ما هي ممكن الشركه دي تبقى دلوقتي بروفايدنج كل الماتيريال اللي انت عايزها وفي وقت هيبقى عندها شورتج. ممكن مش كل الشركات عندها كل الماتيريال، يعني مش كل شركه هتلاقي عندها الو جرافت وزينو جرافت والو بلاست، مش كل الشركات عندها كل البارتيكل سايزز اللي انت عايزها، مش كل الشركات عندها التايبس. فانا ليه احدد نفسي بشركه واحده؟ انا يبقى معايا رقم شركه واثنين وثلاثه بحيث ان انا ما اعطلش. برتاح مع شركه معينه، بس لو لقيت في وقت معين ما عندهمش الطلب بتاعي مش خيانه ولا حاجه، طبيعي ان انا اشتغل مع شركه وممكن انوع بين الشركات. وهو الشركات كلها ما شاء الله يعني متعاونين جدا في الجزء ده، وما يعني ما بيعملوش ليميتيشن لكاستمرز معينه او حتى بيربطوها بالامبلانت. يعني دايما حتى بتتباع الماتيريال دي من غير ما يقول لحضرتك انت بتاخد امبلانت او لا. فعشان كده بيبقى معاك رقم واثنين وثلاثه عشان تقدر تشتري الماتيريال اللي حضرتك عايزها. اخيرا اتمنى المحاضره تكون فادتكم ووضحت بعض النقاط اللي كانت ممكن تكون مبهمه او غايبه عنكم. واتمنى ان شاء الله يبقى ده لي فيدباك عن ان شاء الله في شغلكم. ان شاء الله هيبقى في محاضرات تانية نوضح بيها اكتر البون ريجنريشن والجايد تيشو ريجنريشن ونضيف اكتر للمحاضره ديت. وفي انتظار تساؤلاتكم، لو في اي حاجه حابين تسالوها. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.